Volete imparare l'italiano? Oggi vi mostrerò il mio metodo e vi racconterò la mia storia da non sapere nemmeno una parola ad oggi. Guardate il video fino alla fine per saber كونه. الدنيا شتت عليا اول ما بدأت تصوير الفيديو، حاسس ان انا بتحارب، طاليا بتحاربني علشان ما انجحش. شوف مكان ان شاء الله ما فيهوش شتاء ونكمل تصوير. دخلت الجامعة علشان الدنيا كانت بتشتي جامد قوي، فخلاص بقى قررت ان انا لازم اقعد في اي مكان ما فيهوش شتاء لحد ما الدنيا تهدى شويه. بس قولوا لي ملاحظين التضحيه؟ يعني بصور لكم والدنيا شتاء، بننزل كل اسبوع. معلش الاسبوع اللي فات ما عرفتش انزل فيديو لان كان عندي امتحانات وكده، ان شاء الله هبقى اصور لكم بعدين يعني الامتحانات واجواء الامتحانات وبتاع. بس كلموني عن الالتزام. بص بقى، لو انت عايز تتعلم الايطالي او اي لغه عموما لازم في الاول تعرف تحدد هدف، يعني تعرف انت عايز تتعلم اللغه دي عشان تعمل بيها ايه. يعني مثلا انت ممكن تتعلم الايطالي علشان هتدرس بيه، فلازم لك شهاده معينه في الايطالي، فدي عايزه حاجه بروفيشنال شويه. او الايطالي اللي هو الكونفرزيشنال زي حالتي مثلا، اللي هو انا واحد عايز اتعلم ازاي اتعامل مع الناس، اتكلم مع ده اتكلم مع ده، لان انا جيت هنا ايطاليا بدرس بالانجليزي، فانا دراستي مش محتاجه شهاده ايطالي. انا هعيش في ايطاليا، فلازم طبعا لما تعيش في بلد تتكلم لغتها علشان تعرف تتعامل مع الناس. فانا لما جيت هنا كان هدفي الوحيد ان انا اتعلم ازاي اتعامل مع الناس في الكلام. مثلا ادخل السوبر ماركت اتكلم مع الناس، الكلام ده كله. انا هقول لكم الخطوات ازاي تتعلم لغه عموما، وفي الاخر هقول لكم قصتي وازاي اتعلمت في سنه. بس الاول علشان نتدفى كده تعالوا نشرب كوبايه قهوه ونرجع نكمل. بص بقى، علشان تتعلم اللغة عامة أو الإيطالي خاصة لازم تعرف إن كل لغة ليها 4 أركان، كل ركن من دول لازم تتدرب عليه بطريقة معينة. إيه هم ال4 أركان؟ ال4 أركان هم القراءة والكتابة والتحدث والاستماع. كل ركن من دول بتتدرب عليهم بشكل معين، ودرجة تدريبك بتختلف إذا كنت أنت عايز تتدرب بشكل بروفيشنال أو احترافي، إن أنت تاخد منها شهادة، أو إن أنت تتدرب على الاستماع والتحدث بس. خلينا صراحة مع بعض، أنا مش عارف أقول لك إزاي تتعلم الحاجة بطريقة معينة، لأن كل واحد فينا بيتعلم الحاجة بطريقة خاصة بيه هو. بس أنا هقول لك الحاجات اللي أنا شايفها من وجهة نظري واحكي لك في الاخر رحلتي، وانت خد اللي انت عايزه من القصه وطبقه على نفسك. اول حاجه علشان تتعلم الكتابه والقرايه لازم تعرف اساسيات اللغه. طيب هتعرف اساسيات اللغه ازاي؟ اول حاجه هتدخل اليوتيوب عندك ببلاش، هتدخل على اليوتيوب تتعلم. اذا كنت بتتكلم انجليزي في قنوات كتير بتشرح اللغه بالانجليزي، قنوات كتير جدا وبتشرح بطريقه حلوه جدا. طيب لو مفيش الكلام ده، في بالعربي ناس برضو بيشرحوا الايطالي كتير جدا جدا. يعني ايه اساسيات اللغه؟ اساسيات اللغه ان انا اقول ازيك، عامل ايه، اعرف الحروف بتتنطق ازاي، افهم واسمع المزيكا بتاعت اللغه. كل لغه بيبقى فيها موسيقى معينه، فانت لما تعود ودانك على الموسيقى دي من بدري صح هتعرف تنطق صح، وهتعرف تسمع صح فتنطق صح. وفي حاجات كتير هتساعدك بعد كده ان انت تخمن اصلا الكلام. يعني لما تعرف المزيكا بتاعت اللغه هتعرف تتكلم بشكل كبير جدا، بتساعد كتير قوي. طيب عرفنا اساسيات اللغه، نعمل ايه بقى دلوقتي؟ بعد ما تعرف اساسيات اللغه، انا بحب قوي ان انا اشوف اللغه قدامي طول الوقت علشان اعرف اقرا واكتب، اعرف الكلام بتاع اللغه دي بيتكتب ازاي، ما اسمعوش بس، لازم اشوفه قدامي واعرف اكتب. تمام. طيب نعمل كده ازاي بقى؟ انا بحب ادخل على صفحات السوشيال ميديا الخاصه باللغه. يعني مثلا الايطالي هتلاقي صفحات بتكتب كوتس. يعني ايه كوتس؟ عارف اللي هي المقولات، هما بيكتبوا كوتس مثلا باللغه الفلانيه، فانت بتعمل ايه؟ بتقوم جاي داخل عامل فولو للصفحات دي على تيك توك، على انستجرام، على فيسبوك، على اي حاجه هتلاقي 100,000 صفحه. الصفحات دي بتنزل طول الوقت كوتس او كلام من اغاني او حاجات من كده. انا شخص عندي فضول، ببقى عايز اعرف الكلام ده معناه ايه. لو ما فيش ترجمه بقوم جاي واخد سكرين شوت ومدخلها على جوجل ترانسليت او شات جي بي تي او اي حاجه، واقول له ترجم لي الكلام ده، انا عايز افهم الكلام ده معناه ايه. وكل لغه بيبقى فيها كلام معين بيتكرر طول الوقت، يعني كل لغه بيبقى فيها كلام كتير جدا، كلمات كتير جدا مش مهمه، وفي كلمات اغلب الناس بيستخدموها طول الوقت، هما تقريبا بيبقوا حوالي 1000 كلمه. فانت بتتعلم بالممارسه بالقرايه ان انت تشوف ال1000 كلمة دول قدامك أو الكلمات المستخدمة كتير دي قدامك. ده بيعلمك الكلمات المهمة اللي الناس بتستخدمها عشان ما تركزش على كلمات ملهاش لازمة. لأن بصراحة في السوشيال ميديا في ناس كتير، وخصوصا في الإنجليزي مثلا، في ناس كتير بتطلع دلوقتي، يعني أنا مش عايز أتكلم كلام وحش على حد، بس هما بيصعبوا اللغة على الناس. بيطلع يقول له ما تتكلمش كده، اتكلم كده، لو قلت الكلمة دي أنت A1 لازم تبقى C1. ده هقص يا جماعة، مفيش حاجة اسمها كده. ما تصعبوش اللغة على نفسكم. الفلوينسي أو الشطارة في اللغة هي إن أنت تعرف توصل اللي في دماغك للي قدامك بس. ما يهمش بقى الاكسنت، ما يهمش اللغه دي انت عارف فيها قد ايه، ما يهمش اي حاجه، طول ما انت بتقدر تعبر عن نفسك باللغه الفلانيه انت كده فلوينت. تمام. يعني مثلا انا بالنسبه لي انا مش احسن واحد بيتكلم ايطالي، انا ما بتكلمش ايطالي كويس، ممكن ما بنطقش احسن حاجه، ما اعرفش كل الكلام الايطالي اللي في الدنيا، بس انا لما بقعد مع حد بعرف اتكلم معاه
ونهاف كونفرزيشن، يعني نعرف يبقى بينا محادثه. بعد ما اتعلمت اساسيات اللغه، يعني الحروف والارقام والكلمات البسيطه، تقول ازيك والكلام ده، بعد كده تبدا تتعمق شويه في اللغه. طيب ازاي اتعمق في اللغه؟ انا ما بحبش الطريقه بتاعت ان حد يديني كلمات كتير جدا وافعال كتير جدا واقعد احفظ فيهم سنه وبعد كده الاقي نفسي مش عارف اكون جمله. انا ما بحبش الطريقه دي. طيب ايه الاحسن؟ الاحسن بالنسبه لي ان انا حد يديني شويه كلمات معينه والافعال الاساسيه تصريفاتها في المضارع البسيط اللي هو اسهل حاجه خالص. مش عايز حد يصعب عليا الدنيا، انا عايز الاساس. ليه؟ علشان يعرفني كمان شويه حروف جر وشويه حاجات معينه اعرف بيهم اكون جمله. ليه بقى؟ علشان احب اللغه. انا لما اقعد احفظ سنه في افعال وكلمات لوحدهم زي ما كانوا بيحفظونا زمان وبيعلمونا زمان، هتلاقي نفسك في الاخر مش عارف تتكلم ولا عارف تعمل اي حاجه، ثقتك في نفسك هتقل وهتكره اللغه. لكن لو انا اتعلمت من البدايه شويه حروف وشويه كلمات وشويه افعال وجمعتهم مع بعض، عملت جمله واثنين وثلاثه، هحب اللغه، هحس ان انا ثقتي في نفسي اعلى، واحس ان انا في بروجرس، يعني في تقدم. بعد كده لازم تخلي اللغه جزء من حياتك. مثلا بالنسبه للاغاني، لو انت بتسمع اغاني فهتدخل على اشهر المغنيين اللي موجودين في ايطاليا، هتشوف الترندات وتشوف الاغاني المشهوره وتشوف النوع اللي انت بتحبه من الاغاني ده. انا عايزك تتعلم اللغه من غير ما تجبر نفسك تتعلم اللغه. زي ما قلت لكم قبل كده، اول ما بحس ان انا في حد ضاغطني ان انا اذاكر حاجه بكرهها، فالطريقه اللي انا بذاكر بيها ان انا اتعلم الحاجه من غير ما احس ان انا بتعلم. لازم تندمج في الكالتشر او الثقافه بتاعه اللغه دي. يعني انا لو بتعلم ايطالي لازم اعرف اشهر الاغاني اللي موجوده في ايطاليا، اعرف الممثلين والمغنيين والناس المشاهير في ايطاليا، علشان لما اقرا خبر اعرف اربط الاحداث وافهم بشكل اكبر الكلام اللي مكتوب. لان كل لغه بيبقى فيها حاجات داخليه، زي مثلا عندنا في مصر لو واحد غريب جه يقرا الحاجات اللي عندنا في مصر مش هيفهم لو مش عارف مين ده ومين ده. مش عايزك تعرف كل حاجه، انت هتعرف بالتدريج. لكن لو انت عملت فولو لاشهر الصفحات بتاعت مثلا الاخبار الايطاليه، اشهر الصفحات بتاعت الممثلين والمغنيين والاغاني والكلام من ده، هتلاقي اللغه بتتردد على نفسك اكتر. سمعت مثلا اغنيه حلوه، تدخل تشوف الاغنيه، تعرف المغني بتاعها، تشوف الاغاني الباقيه بتاعته، هيبقى عندك شغف ان انت تتعلم اللغه علشان عايز تعرف الاغنيه، مش عايز تتعلم اللغه علشان تحفظ الكلمات وتذاكر والكلام من ده. ممكن مثلا لو انت بتحبش تسمع اغاني ممكن تسمع بودكاست. انا ما بحبش البودكاست برضو اللي بيعلم اللغه، انا ما بحبش حد يحسسني ان انا بتعلم حاجه، انا احب اتعلمها لوحدي كده. فايه اللي بيحصل؟ انا بدخل مثلا اشوف توبيك او موضوع انا مهتم بيه بالايطالي واقوم جاي اقعد اسمعه، فبيبقى في ترجمه، بقعد اسمع بالترجمه. بعد شويه ودنك بتتعود، بتعرف شويه كلمات، بتلاقي ان الدنيا مشيت معاك والموضوع ظبط ومش محتاج ترجمه. نيجي بقى لاصعب الحاجات وهي المحادثه وان انت تنطق الكلام. انا عارف ان اصعب حاجه علينا ان احنا نمارس اللغه، لان مثلا في مصر مفيش حد بيتكلم ايطالي اعرف امارس معاه اللغه دي. يعني حتى الانجليزي مفيش ناس بتتكلم انجليزي وسطنا فنعرف نمارس معاهم اللغه. فهي بتبقى اصعب حاجه ان انت تلاقي حد بيتكلم ايطالي تتكلم معاه. طيب نعمل كده ازاي؟ في ابلكيشنات كتير قوي على السوشيال ميديا بتخليك تعرف تقابل ناس نيتيفز او ناس بيتكلموا مثلا ايطالي وعايزين يتعلموا انجليزي او عايزين يتعلموا عربي. في ناس والله انا اكتشفت ان في ناس كتير عايزين يتعلموا عربي. يعني مثلا هنا في الجامعه في بنت صديقتي لقيتها بتتعلم مصري، استغربت جدا بصراحه، ومن نفسها يعني هي حابه اللغه المصريه وعايزه تتعلمها. احسن حاجه في موضوع ان انت تقابل ناس على ابلكيشنات السوشيال ميديا ده ان انت هتحسن 4 اجزاء او 4 اركان من اللغه، اللي هم القرايه والكتابه والاستماع والمحادثه. ليه؟ لان انت هتقرا الكلام اللي هو هيكتبه لك وهترد عليه كتابه، او هتسمعه في فويس نوت، او لو مثلا فويس كول وهترد عليه بفويس نوت او في فويس كول. فده هيساعدك كتير قوي ان انت تتمرن على الاربع اجزاء او الاربع اركان بتوع اللغه، وهيحسنك بشكل كبير قوي. وهو كمان لو هو شخص نيتيف او شخص من البلد ذات نفسها هيساعدك بقى، يقول لك مثلا اتفرج على الفيلم ده او اسمع الاغنيه دي، فهيشير معاك اغاني او افلام او كده، او هيقول لك ريكومنديشنز حلوه، مش هتحتاج ان انت تتعب في التدوير، وهتحس كمان ان انت مرتبط بحاجه في البلد دي، فهيساعدك كتير قوي وهيخليك تحب اللغه اكتر. طيب انا بقى عملت ايه وازاي اتعلمت ايطالي؟ انا لما جيت هنا يا جماعه ما كنتش اعرف ولا كلمه ايطالي غير كلمتين 2 بس، تشاو وجراتسيا، يعني اهلا وشكرا. دول بس الكلمتين اللي انا كنت عارفهم. حتى كنت قلت في فيديوهات قبل كده ان انا لما جيت هنا كنت مش عارف اوصل للبيت اللي انا هسكن فيه لان ما فيش حد بيتكلم انجليزي، وكنت واصل متاخر. كنت بس بعرف اتكلم انجليزي واسباني. الانجليزي والاسباني ساعدوني فعلا كتير في الايطالي. بس حتى لو انت ما بتتكلمش اي لغه من دول وبتتكلم عربي بس، الايطالي مش لغه صعبه ان انت تتعلمها، بالعكس الايطالي لغه سهله جدا. يعني اللي انا عملته بقى ان انا اول ما وصلت الجامعه اتعرفت على كل الناس الطليان بالصدفه، هم حبوني وانا حبيتهم وبقينا اصحاب وبقينا بنتكلم كتير جدا. هم الانجليزي بتاعهم مش حلو خالص، يعني
يعني في وسط الكلام هتلاقي هم بيقولوا كلام كتير قوي بالايطالي، وانا كنت بحب ان انا اروح للناس اللي بتتكلم ايطالي دي اكتر علشان يعلموني اللغه. وانت بالفهم كده هتلاقي نفسك بتفهم من سياق الجمله الكلام اللي هم بيقولوه معناه ايه، وانتوا كده كده اصحاب فهم بيتكلموا انجليزي مش احسن حاجه، فانت هتجرب تتكلم معاهم بالايطالي، شويه ايطالي شويه انجليزي شويه مش عارف ايه، تلاقي نفسك بدات تاخد على اللغه وبدات تمارس معاهم اللغه، لسانك هيبدا يتكلم. في عقده كده بتبقى في اللسان اول ما بتيجي تتعلم اللغه، بعد شويه بتفك وبتبدا تقول الكلام وبتبدا تتعلمه. الحاجه الثانيه بقى اللي انا عملتها واللي انا اتعلمتها هنا ان انا بقيت بسال كل واحد انت بتحب تسمع اغاني ايه، وطلعت بكام مغني بحب اسمعهم وبقيت بتابعهم، وبقيت داخل جوه الثقافه بشكل كبير. بقيت بتعلم مثلا عن السياسه، وبقيت بتعلم عن الافلام، وبقيت بتعلم عن الاغاني، وبقيت حاسس ان انا فاهم ثقافه الشعب ده اكتر. انا بحب زي ما قلت لكم اعرف الاغاني معناها ايه، ما بحبش اسمع الاغنيه وخلاص، فبقيت بفصص الكلمات واقعد افهم كل كلمه بتقول ايه ومعناها ايه. ده بيعلمك كتير قوي، ولما كمان تحفظ الاغنيه وتقولها وراهم او كده او تغنيها، ده بيساعدك ان انت تنطق وتتكلم، وبيساعدك كتير قوي ان انت تعرف طريقه الكلام والمزيكا بتاعه الكلام وكده. اللي انا عايز اقوله لك ان تعلم اللغه مش صعب خالص، وممكن فعلا تعمله، ومش محتاج حتى تصرف فلوس. يعني انا قدامك اهو اتعلمت الاسباني من غير مصرف ولا جنيه، كل حاجه من على اليوتيوب ومن على النت وبالممارسه والكلام ده كله. صحيح اتعلمت الايطالي لما جيت ايطاليا، بس الاسباني انا عمري ما سافرت اسبانيا ولا سافرت اي دوله بتتكلم اسباني، فممكن فعلا تتعلم اللغه لو انت قاعد في مصر او اي دوله عربيه تانية، والموضوع ما يكلفكش فلوس، او حتى مش محتاج تسافر البلد ذات نفسها علشان تمارس اللغه مع ناس تانية. ممكن تمارس اللغه مع الناس اونلاين، ممكن تتعلم اللغه بس من اليوتيوب ومن الفيديوهات اللي على التيك توك والكلام ده كله. صحيح انا جربت اخد كورس ايطالي لمده شهر، لكن بصراحه وقفت لان انا حسيت ان انا والشخص اللي بيدرس لي مش متفاهمين، وكان برايفت بس ما حبيتش خالص الطريقه اللي هو بيشتغل بيها، فما كملتش معاه. وحبيت ان انا اعتمد على نفسي اكتر، لان كل واحد فينا زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو بيتعلم اللغه او بيتعلم اي حاجه بطريقته الخاصه، وهو بيبقى اكتر شخص عارف ازاي يطور من نفسه في حاجات معينه هو عارف انه محتاج يتطور فيها احسن من اي حد تاني. لكن لو عايز تاخد كورس ممكن تجرب. انا اتعلمت بصراحه من غير كورسات، واتعلمت من غير اي حاجه، اتعلمت ببلاش على النت ومن الممارسه. لكن انت كمان ممكن تتعلم لو انت عايز تاخد كورس، ممكن يسهل عليك كتير وهيساعدك كتير في الممارسه والكلام ده كله. في ناس كتير جدا بتدرس الايطالي باسعار بسيطه جدا مش غاليه، مش لازم تروحوا للناس الغاليه، والله ما هتفرق حاجه، وكل واحد ليه طريقته في التعلم، فشوف الطريقه المناسبه بالنسبه لك وابدا اتعلم بيها. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم. حبيت ان انا اشارك معاكم تجربتي في تعلم الايطالي وازاي وصلت للمرحله اللي انا فيها دلوقتي. في ناس كتير بتبقى نفسها تتعلم الايطالي خصوصا علشان تيجي وتدرس هنا، لكن بيبقوا متوترين ومش عارفين يبداوا منين. ابداوا يا جماعه اونلاين، في حاجات كتير قوي على اليوتيوب ممكن تساعدكم، وزي ما قلت لكم في الفيديو ازاي تبداوا كده. حط في دماغك الهدف اللي انت عايز توصل له من البدايه. لو انت عايز تدرس هنا فانت مش محتاج تتعلم ايطالي الا لو هتدرس بالايطالي، ممكن تيجي هنا بالانجليزي عادي وتعرف بعد كده تتعلم الايطالي زي بالتدريج. ولو انت عايز تدرس بالايطالي او مهتم ان انت تتعلم اللغه الايطاليه هتبدا تاخد كورسات، والايطالي لغه مش صعبه خالص فانت هتتعلمها بسهوله ان شاء الله. الفيديو ده كان هدفه بس ان انا اشارك معاكم تجربتي وابسط عليكم الدنيا علشان ما تحسوش ان الدنيا صعبه او ان تعلم اللغه صعب، سواء الايطالي او اي لغه تانية. ممكن تتعلم اللغه بمليون طريقه، كل واحد ليه الطريقه الخاصه بتاعته، وكل واحد بيتعلم اللغه حسب الطريقه اللي هو حاببها مش حسب اي حد تاني بيقول له ازاي يتعلم اللغه. في حاجه مهمه اقولها لكم في الاخر، ابدا ما تكسلش وان شاء الله هتلاقي الدنيا ماشيه معاك. بس انت لو فضلت قاعد وما بتبداش وفضلت قاعد مستني ان انت تبدا، عمرك ما هتبدا. ابدا دلوقتي حالا. لو انت حابب فعلا تتعلم اللغه، تتعلم ايطالي، تتعلم اي حاجه تانية، اهم حاجه الاراده وان انت تبدا، وربنا هيسهل لك الامور باذن الله. فبس يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. السبسكرايب بيفرق معانا كتير قوي. ولو انت مهتم ان انت تعرف حاجات اكتر عن ايطاليا، عن الدراسه، عن العيشه، عن اي حاجه تانية، اكتب لي في الكومنتات وانا هجاوب على كل الكومنتات بتاعتكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب يا جماعه، السبسكرايب بيفرق معانا كتير قوي في دعم القناه. عايزين ان شاء الله نوصل 10000 مشترك في اخر السنه، فادعمونا بسبسكرايب ولايك، ويا ريت لو تعملوا لنا شير. واشوفكم في فيديو جاي، والسلام عليكم.